ازيك تاني؟ احكي لك بقى قصة تانية. ممكن كده ساعات كتير يجي لي واحدة زي دي كده، بنت تبقى زي القمر، مفيهاش مشكلة، تلاقيها بايتة في عيادة تجميل، عايزة تشد وشها وتصغر مناخيرها اللي هي أصلا قد كده مش عارفة تتنفس منها، وعايزة تكبر شفايفها ومش عارفة تعمل إيه في رموشها وتعمل إيه في حواجبها، وبعد كده تخلص عيادة التجميل تقوم نازلة على الجيم عايزة تخس وعايزة تعمل معرفش إيه وتعمل إيه وإيه. البنت كويسة جدا ما فيهاش أي مشكلة، بس عندها هوس رهيب بجمالها وفي نفس الوقت مش مقتنعة أصلا إن هي حلوة. بعد ما نفضل نقلب وندور وندحلب في الأسباب نلاقي إيه بقى؟ قولي لي إيه؟ بعد اذنك، نلاقي ان الاستاذ علاء هو السبب الرئيسي في حاجه زي كده، عمل لها حاجه اسمها تآكل تقدير الذات في العلاقات. ليه؟ الاستاذ علاء ما بيعجبوش العجب، هو عنده مصايب بس مش هنقول عليها دلوقتي، عمرنا ما نروح نقول. الاستاذ علاء يفضل يقول لها ايه بقى؟ يقارنها باي بنت، يشوف اي بنت عينه تلمع، يكون اصلا بيعاكس اي بنت معديه قدامه، اي بنت في التلفزيون يحس اي بنت في التلفزيون يقول لها شوفي الستات ولا بلاش، يفضل كل شويه ينتقد اي حاجه بتحصل لها حبايه هرمونيه ايا كان، يقول لها شوفي ما اعرفش اعمل ايه اللي حصل في وشك، ايه اللي حصل في شعرك، ما اعرفش ايه. فالبنت خلاص ما بقتش حاسه ان هي تمام، وفي نفس الوقت بقت حاسه ان هي طول الوقت عايز تبذل مجهود عشان تستاهل حب استاذ علاء، مع ان استاذ علاء اصلا ما زي ما انت شايفه كده. فالمشكله هنا ان استاذه ميرفت بتبقى طول الوقت خايفه من الهجر، طول الوقت حاسه ان هو ممكن يخونها، طول الوقت حاسه ان هو عنده حق. هو ممكن يكون بيدير عليها غيره مشوهه، اللي هو عارفه غلاف الحب ده، اللي هو انا مش عايزك انا هقفل عليكي بس انا بحبك، انا بنتقدك بس ده عشان انا خايف عليكي، عارفه الجو ده. فطول الوقت ده بيحصل، فللاسف لو هي بقى من الاساس عندها مشكله في تقدير الذات ده هيزود الطين بله. عادي اقول كده؟ اعملها ابيض واسود. فزي ما قلنا للأسف لو هي عندها مشكلة من البداية في تقدير الذات، فهي هتبقى صيدة سهلة لنوع الأستاذ علاء، إن هو يشككها في نفسها ويحولها أصلا لفكرة إن هي تبقى مسخ، قاعدة طول الوقت بتغير في شكلها، ما عندهاش أي ثقة بنفسها، ما عندهاش أي ثقة بشكلها ولا بجسمها ولا بأي حاجة، وطول الوقت حاسة إن الغلط عليها، وطول الوقت حاسة إن لو هو خانها فهي السبب، هي اللي قصرت، مع ان طبعا الخيانه ما فيهاش مبرر، وطول الوقت حاسه ان هو ممكن يخطف منها، حاسه ان الرجاله يعني فاقده الاهليه وبتتخطف كده، واخده لي بالك هناك. ماشي، المهم كل الافكار اللي عندها دي للاسف ما بتبقاش صح خالص، بس هي كانت جواها وهو كبرها زياده عن اللزوم وهو ضخمها زياده عن اللزوم. فهل الموضوع ده ملوش حل؟ لا طبعا ليه حل. يعني هو الموضوع كله بيبقى في وعيها بذاتها، وان هي تبقى بتقوي تقديرها لذاتها من اول وجديد. لكن هي لو استسلمت للافكار دي كلها خلاص احنا كده استاذه ميرفت تطلع من الكادر خالص، لان هي استسلمت لافكار استاذ علاء. والسؤال هنا بقى، عمرك دخلت علاقه حسيت انك طول الوقت في اختبار مستمر عمال بتتقيم عليه؟ وعامه لو حابين تعرفوا اكتر عن العلاقات ما تنسوش تعملوا فولو، وافتكر ان انا هنا عشان بنورك وبس.